أيها السادة، ما أرقى أن تكون هناك كلمات وسجال ما بين الشعراء والأدباء والفنانين والعظماء، وهي واقعة تحديدا حدثت هنا في القاهرة، وكان السجال ما بين سعاد الصباح الكاتبة الكويتية الشهيرة ونزار قباني ذلك العربي المبدع الشاعر المتميز. وفي مهرجان الشعر العربي هنا في القاهرة، يعني عندما صعدت سعاد الصباح لتلقي واحدة من قصائدها تلعثمت ولم تؤديها بالشكل المطلوب، فكان هنا من نزار قباني انه قال لها ايه؟ قال لها انزلي وتعلمي اللغة العربية، ثم امر المنظمون لهذه الاحتفالية ان هم ينزلوها من على منصة الإلقاء. بعد ذلك يعني ظهرت فصاحة سعاد الصباح في العديد من القصائد، حتى أن هناك واحدة تغنت بها نجاة الصغيرة وأهدتها لنزار قباني ردا على هذه الواقعة. ونزار قباني يعني اعتذر لما بدر منه، صارت هناك صداقة بينهما في قصائدها الجديدة، بدأ يتابعها حتى وافته المنية. لكن دعوني هنا يعني أعرض على حضراتكم ما قالته سعاد الصباح ردا على هذه الواقعة، تقول فيها الآتي: لا تنتقد خجلي الشديد فإنني بسيطة جدا وأنت خبير. يا سيد الكلمات هب لي فرصة حتى يذاكر درسه العصفور. خذني بكل بساطتي وطفولتي، أنا لم أزل أحبو وأنت كبير. من أين تأتي بالفصاحة كلها وأنا يتوه على فم التعبير؟ أنا في الهوى لا حول لي أو قوة، إن المحب بطبعه مكسور. إني نسيت جميع ما علمتني في الحب فاغفر لي وأنت غفور. يا واضع التاريخ تحت سريره، يا أيها المتشاوف المغرور. يا هادي الأعصاب إنك ثابت وأنا على ذاتي أدور. الأرض تحتي دائما محروقة والأرض تحتك مخمل وحرير. فرق كبير بيننا يا سيدي، فأنا محافظة وأنت جسور. وأنا مقيدة وأنت تطير، وأنا محجبة وأنت بصير. وأنا مجهولة جدا وأنت شهير. فرق كبير بيننا يا سيدي، فأنا الحضارة والطغاة ذكور. هكذا كتبت سعاد الصباح في ردها على نزار قباني ردا على تلك الواقعة في القاهرة.